تعال اقول لك ازاي تعمل الافكت ده في اقل من دقيقه. تفتح الصوره عندك على الفوتوشوب، هتجيب السلكشن تول، هتحدد الاوبجكت، هتدوس كنترول جي عشان تاخده كوبي كده، انت فصلته عن الخلفيه. هتخفي الخلفيه دي دلوقتي، وبعدين هتجيب التكست تول، تكتب الكلمه اللي انت عايزها، بعدين هتدوس كنترول تي، تبدأ تكبرها، ممكن تعمل لها روتيت، بعدين هتدوس انتر، بعدين هتدوس رايت كليك هتحولها لراسترايز تايب، هتدوس كنترول تي تاني ورايت كليك، هتختار وول وهتبدأ تظبط. بعد ما تخلص هتدوس على انتر، وبعدين هتاخد اللاير دي كوبي هتحطها فوق التكست وتدوس على الت وبعدين ليفت كليك عشان خاطر تعمل لها كليبنج ماسك، وهتنزل عند اللاير الاساسيه هتدوس على الماسك كنترول اي عشان تعكس الماسك، وبعدين هتجيب البراش بتاعتك هتدوس رايت كليك وتخلي الهاردنس تبقى 100%، وهتبدأ تلون عشان تظهر الجزء ده. ولو هنا الحتة دي برضو مش متظبطة معاك، تبدأ تقف عند اللاير بتاعت التكست كنترول تي، نجيب الراب. وبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد، واعمل سيف للفيديو عشان تقدر ترجع له مرة تانية. سلام.